هلو. لو كنتوا بتعملوا لنفسكوا شنطة من وحدة المربعات، وبعد ما ركبتوا المربعات في بعض مش عارفين ازاي تعملوا الجناب والقاعدة، فالتيك اواي توتوريال ده معمول مخصوص عشانكوا، عشان تعرفوا ازاي تركبوا الجناب والقاعدة بتوع الشنطة بتاعتكوا. يلا بينا نشوف. انا جبت البرواز بتاع الشنطة ده وده وده، وقلت الجناب والقاعدة هتعدي على غرز قد ايه. فجبت من اول السلسلة الفاضية اللي هنا وعديت، قلت ادي غرزة هتتربط في الجناب، وبعدين ادي غرزة هتتربط في الجناب، وبعدين ادي غرزة هتتربط في الجناب، وبعدين ادي غرزة هتتربط في الجناب. قعدت بقى اعد كل الغرز دي عشان انا هخيطهم في الجنب لحد هنا. عديت دي كمان غرزة، وعديت دي كمان غرزة، وبعدين كملت المربع لحد تحت، وعديت طبعا الغرزة اللي هنا، وبعدين لفيت خدت البرواز ده كله كده من اول السلسلة الفاضية اللي هنا تن 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 لحد السلسلة الفاضية اللي فوق الجنبين والقاعدة. عديت السلاسل بتاعتهم طلعوا 119 سلسلة، فهعمل سلسلة طولها 119 سلسلة. ده كده نموذج هوريكم فيه انا عملت الجناب والقعده ازاي، عشان بصراحه انا عملت الجناب والقعده بتاعتي امبارح وانا قاعده على البحر، فهوريكم انا عملت ايه بالظبط فيها. هنعتبر ان دول ال 119 سلسله اللي انا عديت الفتحات بتاعتي او الغرز بتاعتي ولقيت ان انا محتاجه اعملهم. انتوا كمان هتعدوا وتعملوا الطول اللي انتوا محتاجينه. بعد كده بقى هنعمل واحده كمان في الهواء، عشان اي ارتفاع ما بين سطرين بنحتاج نعمل فيه غرزة سلسلة في الهواء. بعد كده هعمل السطر التاني بغرزة الحشو. غرزة الحشو دي ان انا بدخل في الغرزة، اوكي، بعد كده بجيب الخيط وبعدي بيه كده وبعدي من الاتنين. دي كده اسمها غرزة حشو. بدخل في السلسلة، اجيب الخيط وعدي، وبعدين اجيب خيط وعدي من الغرزتين. وده كده السطر التاني. هكمل لحد اخر السطر التاني بنفس الطريقة. كده بكون خلصت السطر التاني. هعمل بقى سلسلة كمان في الهواء والف كده وابتدي السطر رقم 3. ادخل في دي، اعمل كده، بعدين هدخل في دي واعمل كده كده، اوكي، بعدين هدخل طبعا انتوا هتكونوا بتعملوا الطول بتاع الجناب والقعدة. دي مجرد عينة بوريكم فيها انا عملت الجناب والقعدة بتوعي ازاي. دلوقتي هعمل اخر غرزة في السطر الثالث، اخر غرزة حشو، بعدين سلسلة في الهواء، بعدين الف كده واخد اول غرزة في السطر الرابع اهي، تاني غرزة، تالت غرزة، وهنفضل ماشيين بنفس الطريقة. كل ما نوصل لحد اخر سطر نعمل سلسلة ونطلع ونلف
كلها غرز حشو عشان تكون قوية وناشفة، مش بتمط، مقفلة كده، مش بتمرر اي حاجة من خلالها، مفيش اي حاجة تقع من الشنطة. انا فضلت ازود 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 لحد ما وصلت ترى عملت القاعدة والجناب بتوعي 8 سطور. انتوا تقدروا تعملوا اكتر او اقل، بس انا عملت 8 سطور عشان الاربع بكرات بتوعي يكفوا. اتفضل مني نص بكرة في الاخر، يعني الخيط كان هيكفي، بس بصراحة حبيت نتيجة ال8 سطور، ما قلتش يا ريتني كنت زودت عرض القاعدة والجناب. وبعد ما خلصت السطر الثامن ما قصيتش الخيط، بنفس الخيط بقى هبدأ اركب في الشنطة. تعالوا نشوف ازاي هنركب الجناب والقاعدة في الشنطة. اول حاجة جهزت النصين بتوع الشنطة، الاتنين بنفس الطريقة، الاتنين الغرز طالعة لفوق ومن هنا ماشية كده، دي كمان نفس الحكاية، السلسلة هنا لفوق والسلسلة هنا بالجنب. فدي اول حاجة جهزنا الاتنين مع بعض. تاني حاجة احنا هنخيط على الوش، يعني كأننا بنخيط شنطة من جوه. يعني لو ده كده الوش بتاع الشنطة، انا قررت اخلي السلاسل دي هي اللي على الوش، فهجيب الايد وهحطها فوقيها كده وابدأ اخيط، عشان في الاخر لما اقلب الاقي الدنيا متخيطة كده. اما لو عايزة الوش يبقى الخياطة فيه كده برضو، فهسيبه كده عادي. بصوا تعالوا نطبق عملي وبعدين هقولكوا كان قصدي ايه. اول حاجة هجيب الطرف اللي انا كنت مخلصة عنده، هقصر بس دي شوية، انا كنت مطولها عشان لما اسيبه ما يكرش، فهقصر دي شوية على قد الابرة. معلش بس انا هبدأ خياطة من الناحية التانية عشان ده هيكون اسهل لي. بعد ما خلصت اخر سطر عملت برضو سلسلة في الهواء، هدخل بقى من هنا كده اهو من اول غرزة، وهاجي من هنا هبدأ من عند السلسلة اللي في الهواء. شايفين الفوكس ولا ايه؟ هدخل من السلسلة اللي في الهواء اهو كده، بعدين هجيب الخيط وأعدي، عديت اول واحدة، عديت تاني واحدة، خليني اقفل منزلقة عادي بيها. الغرزة اللي بعدها هدخل في دي اهو، بعد كده هندخل هنا. احنا اول ما البتاع ده يثبت هتلاقوا الموضوع بقى اسهل بكتير. هندخل من هنا نعدي اهو، شايفين عدى بسهولة ازاي اكتر. بعدين هنعدي من ده من ده كمان. الغرزة اللي بعدها هندخل في ده اهي، بصوا بقى وصلت للزاوية. هاخد دي مع اهي الزاوية اهي مع دي، النقطة بقى كلها من هنا، لان من هنا ما فيهاش غير واحدة بس، يعني بصوا من فوق واحدة بس. فهجيب، احنا فين الفوكس اهو، هجيب اللي قدامها من هنا كده كده، احنا فين تادا بس هجيب ده يعدي من دي، يعدي من دي، بعدين يعدي من دي، واللي بعدها نفس الحكاية. هنسيب بقى العقدة خلاص وهنعمل اللي بعدها. الواحدة اهي
ياه يا ابني. واللي بعدها اهي. مش فاضل غير الحتة دي ومعاها الحتة دي. متحمسة. مع الغرزة الأخيرة والغرزة الأخيرة. بس كده. بعد كده هقص من هنا وهشد كده خالص وهدكك زي ما احنا بنعمل كل مرة. المهم تعالوا دلوقتي نشوف. بس كده هتبقى بقى كده. اللي انا بقى كنت بقول لكم عليه ان انتوا لو عايزين شكلها يكون كده من بره، ان الايد تبقى علاقتها بالشنطه كده، كنا هنخيط اللي كده ده هنا يبقى الوش بتاع الشنطه. كنا هنخلي هنا وش الشنطه ونحط ده كده ونخيط، لكن عشان انا عايزاها تبقى كده فخليت الوش يبقى على الظهر، عشان في الاخر هقلب كده. في الاخر كل الاشكال جميله وكلها على اذواق اصحابها. دلوقتي بقى هعمل الوش التاني. ازاي؟ نروح جايبه ده كده وهجيب الوش التاني وهخليه بقى معدول زي ده، يعني هنا السلاسل طالعه لفوق، تبقى هنا برضو السلاسل طالعه لفوق بس هتبقى لجوه. وهبدا امسك من هنا كده 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 والف داير ما يدور زي ما عملت في الظهر بالظبط. اتوقع ده مش محتاج يتصور لان احنا عملنا زيه بالظبط. فهركب الوش التاني وارجع عشان نعمل اخر حاجه وهي الايدين. ألذ حاجه بقى ايه؟ ان انا استخدمت بواقي البكره التانيه. قلت بدل ما اعمل الجناب او اعمل الجنب التاني ده ببكره كبيره والايد بقى الله اعلم البكره هتخلص وهحتاج استخدم بواقي البكره التانيه ولا لا، لقيت بواقي البكره التانيه قلت هبدا في خيطه الجنب ببواقي البكره التانيه وهشوف هتكفي ولا لا. كفيت بقى ده كمان. كده خلصنا تربيط الشنطه من الناحيتين. خلاص انتوا دلوقتي خبراء تدكيك فمش محتاجين اني اصور الجزء ده. هدكك وهجيلكم. Are you ready؟ بسم الله بسم الله. ده كده شكل الشنطة. دلوقتي بقى هنعمل كام سطر كده فوق وبعدين نعمل الايد. يلا بينا. الخطوة الاولى خالية تماما من اي اختراعات. نجيب بداية الشنطة، اول غرزة خالص بعد الجنب اللي هي دي هدخل فيها. هعمل غرزة حشو. غرزة الحشو ان انا بدخل وبطلع كده، بيبقى عندي 2 بسحبهم مع بعض. بعد كده اللي بعده بيبقى عندي 2 بسحبهم مع بعض. اللي بعده وكده بكون رجعت لنقطة البداية تاني. فهبدأ بقى ايه في السطر التاني.
اعمل بقى سطرين 3 كده بنفس الطريقة بغرزة الحشو، وبعدين هنبدأ نعمل الايد. كده دي كانت اخر غرزة في السطر الثالث. كده بكون خلصت السطور اللي انا هرتفع بيها. دلوقتي بقى هبدأ اول سطر للايد، فهنمشي برضو شوية غرز حشو. انا كده عملت غرزتين. بحط الدبوس ده هنا علشان مع اللف الكتير اكون عارفة انهي غرزة هي نهاية السطر اللي فات. وهمشي شوية 15. عملت 15 غرزة. تعالوا نشوف كده. حاسة ممكن ازود كمان 2 مثلا. 15 او على الاقل واحدة. 16. ماشي. ال16 دي بتكون، بصي لما نطلع بالسطر ده كده لفوق هي اللي قبلها على طول، دي 16. فاحنا هنيجي هنا لما نطلع بالسطر ده كده لفوق اللي قبلها على طول، او نعد بقى 16 من هنا. مهم اللي هنعمله دلوقتي ان احنا هنبدأ نعمل بقى سلاسل في الهواء. 1 2 3 لحد ما نوصل للطول اللي احنا عايزينه للايد. كل واحدة بقى تحدد الطول اللي هي عايزاه للايد براحتها. عديت 70 سلسلة، ده كان الطول المناسب ليا. بعد كده كمان عديت السلاسل من الناحيات دي لحد ما وصلت لل16، ولقيت ان هي فعلا بعد ما نخلص السلاسل اللي فوق او الغرز اللي فوق السلسلة دي هي اول واحدة جنبها. فهنزل في الغرزة رقم 16 واعمل كمان غرزة حشو. وبعدين هكمل غرز حشو طول الطريق تاني لحد ما اوصل للوش التاني، ومن بدايته هعد 16 غرزة وهعمل السلاسل اللي في الهواء عشان تمثل الدراع. بعد كده بقى 1 2 14 15 16. شايفين الايد اللي ورا دي؟ دي اللي احنا هنعمل زي دلوقتي. فهنعد 70 سلسلة في الهواء. 3 4 50 51 52 53 54 70. هنيجي بصراحة قررت ان انا هعمل موضوع ان انا انزل في تاني واحدة بعد اللي فوق الايد ده على طول احسن ما اعد، عشان انا ايه اتخنقت. فهنزل هنا وهكمل غرز حشو تاني. تفتكروا بقى هنكمل الشنطة ازاي؟ في
فضلت مكملة باقي السطر ودخلت سطر جديد، وهفضل مكملة غرز حشو لحد ما اوصل للسلسلة اللي في الهوا اللي احنا كنا عاملينها، وهبدأ بقى اعمل غرز حشو ماشية على السلسلة. كده بكون خلصت السطر الاول في الدراع الاول. هكمل بقى غرز حشو على باقي السطور اللي فاتت، وهفضل الف لحد ما اوصل للسلسلة التانية همشي عليها بنفس الطريقة. بعدين هفضل الف الشنطة كلها لحد ما اعمل الدراعات بالاسماك اللي انا عايزاها. اهم حاجه بس الدراعين يكونوا نفس السمك، يعني لو دراع 3 سطور يبقى الدراع التاني 3 سطور. وفي الاخر خالص هنوصل لغرزه البدايه بتاعه الدراعات، نشيل الدبوس ونقفل زي ما بنقفل كل مره. وكده بكون بدأت سطر رقم 3 في الإيد. تعالوا نشوف شكل الشنطة لحد دلوقتي واصل فين. هكمل بقى زي ما احنا ماشيين كده، بلف بطلع بنزل بلف تن 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 لحد ما اوصل عند الدبوس ده كان شكل الشنطة اخر يوم انا استخدمتها فيه على البحر. هنا سمك الدراع كان 3 سطور وكان لطيف، انا حاطة فيها حاجتي في الفيديو ده، بس لو انتم ملاحظين في خيط لسه نازل من الايد، لاني بعد كده اشتغلت تاني على الدراعات وزودت السمك ووصلته ل5 سطور. في الاول بصراحة انا استعجلت شوية وقصيت وعملت غرزة منزلقة قفلت بيها وبدأت أدكك، بس بعد كده اكتشفت ان انا عاملاها في نص الوش فكان شكل القفلة ما عجبنيش، فزودت خيط تاني وعملت القفلة بقى في حتة على جنب، يعني كان الواجهة او نص الشنطة القداماني خلص خلاص فقفلت من على جنب، دخلته في نص السلسلة مش من بره. بصوا دخلته في نص السلسلة. وده شكل التدكيك النهائي، تدكيك عشوائي عادي، وزي ما انتم شايفين انا حاطه حاجات في الشنطه فانا كنت بكمل شغل فيها وانا اوريدي مستخدماها. وده بيكون شكل الشنطة بعد ما خلصنا تقفيلها. لو عايزين شنطتكم تكون شبه شنطتي بالظبط بنفس وحدة المربعات ونفس الخيط، شوفوا الفيديو اللي فوق في الاي عشان بنبدأ فيه المربعات مع بعض وبقول لكم فيه الخيط اللي استخدمته اسمه ايه واستخدمت كام بكرة بالظبط. اشوفكم هناك، وحتى ذلك الحين ما تنسوش تكونوا مبسوطين وتملوا العالم حاجات حلوة اكبر منكم بكتير. سلام.